يا صباح الجمال والقوة على أحلى بنات في الدنيا. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي نوصل للسكينة النفسية والهدوء الداخلي وسط دوشة الدنيا، وقلتلكوا ان الاهتمام بنفسك من جوه بعقلك ومشاعرك وروحك بيخليكي أقوى وأهدى. بس النهاردة عايزين نكمل الصورة، لأن زي ما الاهتمام الداخلي مهم، الاهتمام الخارجي مهم برضه. مظهرك، لبسك، طريقتك، كل دي مش رفاهية، دي رسالة للعالم عنك، ورسالة ليكي انت قبل أي حد. ليه المظهر الخارجي جزء من الراحة النفسية؟ الموضوع مش من شكلك للناس، الموضوع عن إحساسك بنفسك. لما تصحي الصبح وتلبسي حاجة مرتبة حتى لو بسيطة، وتحطي لمسة خفيفة على شعرك أو وشك، انت بتدي لنفسك إشارة: أنا مهمة، أنا أستاهل أهتم بنفسي. الإشارة دي بتأثر على مودك طول اليوم وبتخليكي أكتر ثقة وإيجابية. النظافة والعناية الشخصية أساس مش بيتغير بغض النظر عن أي حاجة. في حاجات أساسية لازم تكون جزء من روتينك اليومي: شاور منتظم يخلي جسمك منتعش، غسل الأسنان مرتين في اليوم، بشرة مترطبة ومحمية من الشمس، ريحة نظيفة ومنعشة حتى لو مجرد مزيل عرق أو بخاخ بسيط. النظافة مش بس للمنظر، دي إحساس بالراحة طول الوقت. الشعر هو التاج اللي بيكمل المظهر. الشعر مش محتاج فورمة فظيعة عشان يبان حلو، المهم يكون نضيف ومترتب. لو مش فاضية كل يوم، خلي عندك تسريحات بسيطة وسريعة تناسبك. اعملي حمام كريم أو ماسك مرة في الأسبوع، وقصي الأطراف كل فترة عشان يفضل صحي. اللبس اللي يليق عليكي ويريحك، مش لازم أحدث موضة أو أغلى ماركات، المهم لبس نظيف مكوي ومناسب لشكل جسمك. جربي تختاري ألوان تفرح قلبك وأشكال تعكس شخصيتك، وما تستنيش مناسبة، انت المناسبة. كل يوم في حياتك يستحق تلبسي فيه حاجة حلوة. التفاصيل الصغيرة واللمسة الأخيرة: حلق بسيط، خاتم، باديكير، شنطة شيك، برفان خفيف. الحاجات مش مكلفة، لكن بتقول كتير عن ذوقك واهتمامك بنفسك. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتدي إحساس إنك مكملة الصورة. المظهر الخارجي بيغذي المظهر الداخلي، والعكس صحيح. لو فاكرة في فيديو السكينة النفسية قلتلك ان احساسك الداخلي بيبان على وشك، والعكس صحيح. لما شكلك من بره يكون مرتب، ده بيدي اشارة لعقلك انك بخير، حتى في الايام اللي حاسة فيها بالتعب او بالضغط. كأنك بتقولي لنفسك: انا هقوم واهتم بنفسي حتى لو مش في احسن حالاتي. الاهتمام بنفسك مش أنانية. أنا عارفة كتير مننا بنحس بالذنب لما بنصرف وقت أو فلوس على نفسنا، لكن الحقيقة إن ده استثمار. لما نكون مرتاحين من جوه وبره، طاقتنا بتزيد، وده بينعكس على كل اللي حوالينا، أولادنا، شغلنا، وحتى علاقاتنا. الاهتمام الداخلي هو الجذر اللي بيغذيكي، والاهتمام الخارجي هو الوردة اللي الناس بتشوفها. الوردة محتاجة جذر قوي، والجذر محتاج وردة تفتح. ادي لنفسك فرصة تكوني جميلة من جوه وبره، لانك تستاهلي. ولو الفيديو ده حسسك بطاقة ايجابية، شوفي فيديو السكينة النفسية لو لسه ما شفتهوش، وابدأي رحلة حبك لنفسك خطوة خطوة. ولو الفيديو ده لمسك او حسيتي بكلمة فيه، ياريت تعملي لنا لايك وتشتركي في القناة وتشاركيه مع صاحبتك اللي محتاجة تسمع. اشوفك الفيديو الجاي.